النهارده الاحتفاليه الكبيره للنجمه الكبيره سهير المرشدي. احنا شايفين النهارده جمعيه انصار التمثيل والسينما. الحضور الكريم، اسعد الله مساءكم بكل خير، ونرحب بكم في هذه الامسيه الشعريه الثقافيه المميزه، اصوات عربيه على ضفاف النيل، والتي تعقد هنا في معقل الفن والادب دار الاوبرا المصريه. إن هذه الأمسية تجسد تلاقي الثقافات العربية وتعزز التواصل الفني بين الشعراء العرب الذين جاءوا من مختلف دول الوطن العربي ليشاركوا معنا في هذه الليلة الفريدة. فمرحبا بكم في بلدكم الثاني مصر. اليوم نستعد لاستقبال مجموعة من الشعراء المتميزين الذين نبحر معهم في رحلة عبر كلماتهم وعباراتهم ليعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم بأصواتهم المميزة التي تشكل هويتنا العربية على ضفاف نهر النيل الذي يحتضن هذه الأصوات الرائعة. نتشرف بحضوركم في هذا اللقاء الثقافي الذي يجسد روح التعاون والإبداع العربي ويعبر عن جمال التنوع وتبادل الثقافات. أهلا بكم في أمسية شعرية مميزة ننتظر فيها إبداعات تتجاوز حدود الزمان والمكان. دعونا نبدأ بكلمات من شأنها أن تلهم الروح وتحلق بنا في آفاق الشعر العربي المشرق. نبدأ أولى فقرات الأمسية الشعرية بفيلم وثائقي عن جمعية أنصار التمثيل والسينما. في شارع صغير يسمى شارع البورصة الجديدة، متفرع من شارع قصر النيل بالقاهرة، يقبع مبنى هائل عريق وقديم يرجع بناؤه إلى أوائل القرن الماضي. وبالدور الأول توجد لافتة مكتوب عليها عبارة بخط أنيق: جمعية أنصار التمثيل والسينما، تأسست عام 1913. ولدت فكرة هذه الجمعية عند مجموعة من الشباب على رأسهم محمد بك عبد الرحيم صاحب فكرة إنشاء هذه الجمعية، ومحمد عبد القدوس وسليمان نجيب. وعقدوا أول اجتماع لهم في مكتب زميلهم محمد خيرت المحامي بشارع خيرت في أواخر سنة 1912. وفي سنة 1913 أنشئت وتأسست جمعية أنصار التمثيل، والتي صارت بعد انضمام المخرج محمد كريم لها، وبالتحديد في 25 فبراير 1933 جمعية أنصار التمثيل والسينما، حيث استطاع هذا المخرج أن يهدم الحائل بين طموح أعضاء الجمعية للعمل في السينما. وضمت الجمعية صفوة المثقفين الذين اتخذوا من فن التمثيل هواية لهم، مثل محمد تيمور باشا وعبد الله فكري أباظة والشاعر أحمد رامي وزكي طليمات، وبعض الأعيان من الذين لم ترضى أسرهم عن انتمائهم لفن التمثيل، حيث كانت تنظر إلى فن التمثيل نظرة مليئة بالمهانة وعدم الرضا. ورغم ذلك استمر هؤلاء الشباب في إرساء قواعد الفن الصحيح، فكانت لهذه الجمعية آثار كبيرة في توجيه المسرح المصري وجهة فنية صحيحة. هي أنشئت على أساس الهواية، يعني كان المقصود من الجمعية أنها تكون من الأشخاص الهاوين بالتمثيل والذين يرغبوا أن يعملوا في هذا المجال
يوم أن كان التمثيل ينظر إليه على إنه عمل يعني حقير كده أو أي حاجة مش محترمة يعني. وقد تولى رئاسة الجمعية عدد من المفكرين والأدباء والشعراء والمثقفين الذين ساهموا في نشر فن التمثيل في كافة أرجاء الوطن العربي، منهم محمد بك عبد الرحيم مؤسس جمعية أنصار التمثيل، ومحمد تيمور المؤلف والناقد المسرحي، وهو ابن أحمد باشا تيمور وشقيق الكاتب المعروف محمود تيمور، وقد انتخب عام 1915 رئيسا للجمعية. ثم إسماعيل وهبي المحامي المرموق والمؤلف المسرحي ابن عبد الله باشا وهبي وشقيق الفنان العظيم يوسف وهبي عميد المسرح العربي، ثم فؤاد رشيد بك. وقد شهدت جمعية أنصار التمثيل والسينما ازدهارا فنيا كبيرا في عهد الفنان القدير سليمان نجيب في عام 1935 وحتى عام 1955، وقد عمل هذا الفنان أيضا كمدير للأوبرا الملكية. وفي 23 أبريل عام 1938 وافق الملك فاروق الأول على شمول جمعية أنصار التمثيل والسينما بالرعاية الملكية. وفي عام 1949 اختارت الجمعية جورج أبيض مستشارا فنيا للجمعية، وتعاونت مع استوديو مصر في عمل بعض الأفلام المأخوذة عن مسرحيات الجمعية، ومن هذه الأفلام يحيى الحب، يوم سعيد، ممنوع الحب، رصاصة في القلب. وبعد وفاة الفنان سليمان نجيب تولى رئاسة الجمعية الفنان عبد الوارث عصر ثم السيد بدير. وفي عام 1960 تولى رئاسة الجمعية عثمان أباظة المسؤول عن ركن الريف بالإذاعة المصرية، ثم الفنان محمود السباع والذي ظل رئيسا للجمعية طوال 14 عام. ثم تولى رئاسة الجمعية الفنان القدير محمد توفيق الرئيس الحالي للجمعية، وهو الذي استحدث الدورات التدريبية لهواة فن التمثيل على أيدي أساتذة أكاديميين بأكاديمية الفنون المسرحية. جمعية أنصار التمثيل تعتبر أول تنظيم فني في مصر، لأنها أقيمت وكونت سنة 1913 وانتظمت. ما كانش فيه تنظيمات فنية، بمعنى إن ما كانش فيه مسرح، كان فيه يعني كان فيه ظواهر مسرحية واجتهادات مسرحية، إنما تنظيم لا. فالجمعية لما أنشئت أنارت وبينت ووضحت للفنانين وللهواة إنه لابد من تنظيم، وكانت النتيجة فعلا إن الدولة استجابت وأسست وكونت الفرقة المصرية عام 1923 أو عام 1930، ثم المسرح القومي، ثم فرقة تركية التمثيل. وبناء عليه كان دور الجمعية دور خطير، دور تأسيسي، يعني الجذور الأولى بدأت من جمعية أنصار التمثيل. وهكذا ومنذ ما يقرب من 90 عاما ولا زالت جمعية أنصار التمثيل والسينما متنفسا حقيقيا لهواة فن التمثيل المبنية على أسس علمية وقواعد أكاديمية، حاربت من أجل احترام المجتمع للفنان ورسالته في النهضة بمجتمعه، ونبراسا لتفاني الفنانين في عملهم كهواة ومبدعين، وحلما بأن يكون للفنان رسالته في بناء المجتمع.